وسط تعتيم إعلامي شهدت أشغال المجلس الوطني للاتحاد أجواء متوترة للغاية وسط انتقادات داخلية شديدة لما يسمى جناح الطبوبي داخل المنظمة النقابية واتهامهم بعدم احترام قوانين ولوائح الاتحاد. الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قال بأن المجلس الوطني للاتحاد عرف نقاشات حادة وتم في الأخير الاتفاق على 3 لوائح ليختتم ماراثون من النقاش والجدل تواصل 3 أيام في المنظمة. كما أردف قائلا إن اللائحة الداخلية للاتحاد تضمنت إمكانية اتخاذ أشكال نضالية متعددة في صورة تواصل ما ادعى أنه تجاهل المطالب العمالية من جانب السلطة وتنفيذ ضربات جهوية وقطاعية وصولا إلى الإضراب العام الذي يبقى فرضية ممكنة إذا لم يتم استئناف الحوار الوطني وفق تعبيره. كما أفاد الطاهري بأن الاتحاد قرر خلال مجلسه الوطني عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2024 مضيفا أن هناك متابعة للتطورات القادمة فيما يتعلق بالمسار الانتخابي قائلا نرى أن المترشحين رفضت مطالب ترشحهم وأن هناك من هو مطارد بمحاكمات. وأضاف أن اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وصفت مناخ الانتخابات بغير الملائم وأشارت إلى وجود تضييقات وانتهاكات ضد النقابيين والصحفيين والسياسيين والنشطاء والمدونين حسب زعمه، ولذلك تمت التوصية بإلغاء المرسوم 54 والتتبعات والتأكيد على استقلالية القضاء، مردفا أن نقطة تنظيم مؤتمر استثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل ألغيت وأنه لا يمكن خلال هذه السنة تقديم عقد المؤتمر، وإلى حد الآن فإن دورة 2027 ما زالت قائمة إذا لم يقع اتخاذ أي قرار في تقديمها. وعقب قائلا ربما يكون هذا الموضوع محور نقاش في الفترة القادمة ويقع التفكير في مؤتمر استثنائي. وقال الطاهري بأنه سيقع مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد ضمن لجان أو ضمن أي شكل آخر من الحوار، ثم فيما بعد تتخذ الهيكل النقابية القرارات اللازمة التي ترعى انتظارات العديد منها. ونصت اللائحة الداخلية على نقاط متعلقة بمزيد تجذير الممارسة الديمقراطية في الاتحاد ومزيد تدعيم استقلاليته عن الأحزاب وعن السلطة والحوكمة وترشيد النشاط ومحاولة إيجاد صيغ لتطوير العمل النقابي من أجل تحديث الإدارة وتكثيف التكوين والتدريب للارتقاء بالنقابيين حسب زعمه.